شيكو 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 أوه 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 شيكو. لا مش مصدق، يعني انا مش مصدق. بيراميدز لها جيم مختلف تكتيكيا عن الجيم الاول. يعني الجيم الاول احسن ماتش لعب شيكابالا كان ماتش بيراميدز، بس اتكرر نفس الماتش ولا ويجيب جون واسيست. الجون التاني يا عم اتلغى بس انا محاسبه جون، جبت جون واسيست. شيكابالا جه قلب الماتش. الزمالك يحط رجله على الدوري، حط رجله على الدوري خلاص. ما قالش بقى انا منافس وممكن بقى يحصل اي سيناريو، لا يا باشا الدوري ده بتاعي. معتمد جاب بيقول لك لا ده بتاعي، ده مالكش دعوه بيه. العب بقى كونفدراليه، العب دوري ابطال افريقيا، العب مش عارف ايه، انا اول الدوري، شوف بقى مين التاني معايا. انا مش هنزل سقف الدوري ومش هنزل منه. انا عايز اتكلم عن الماتش بتاع بيراميدز وروسيتش. لما جه عمل في الماتش عمل حاجه حلوه قوي، عمل يعني حاجه عجبتني. يعني الزمالك لما بتلعب عليه استحواذ هيلسعك، زي الماتش اللي فات. انا لعبت انا طلعت عليه كام كوره كان فيه جون، كوره في العارضه، خوان بتزيرا يضيع مليون حاجه. قال لي هنحسب لك الكوره وهلعب على وسط الملعب، خط الوسط هلعب على الوسط، مش ههاجم، مش هطلع قدام قوي، ومش همسك كوره، انت اللي تمسك كوره. فالحقيقه احنا لما كنا بنمسك كوره كنا اسوأ ناس في الدنيا. بيراميدز كان فاضل له التوفيق ويكسب، توفيق بس. مات سليمان انقذنا وكذا كوره، ومات سليمان جامد جدا. انا بقول لك هو بس كان ناقص ان هو تتبروز بجون باللي بيراميدز عمله، ان احنا بنمسك كوره مش عارفين نعمل حاجه. بتزيرا اللي هو بيحركك ممسوك، عدي الدباغ وناصر المنسي انت عايز الكوره تيجي ليهم، يعني انت تديهم الكوره وهم يطلعوا الجون، مش انت بقى ايه مش لسه هيلعبوك، فمش هينفع. عبد الله السعيد من اسوأ اللعيبه اللي كانت موجوده في الماتش، او سوري، اسوأ لاعب موجود في الماتش هو محمد اسماعيل هو كان اسوأ لاعب في الماتش. بعديه عبد الله السعيد مفسد مش مفسد للهجمات، بس مفسد الهاء الهجمه. التلت الاخير من الفرصه بيضيعها. من اسوأ اللعيبه. انا لما تكون متحرك وعندك مع عمي زاويه الشوط، بس انت عندك لو بصيت ناصر منسي انت خلاص جبتها جون يا باشا، جبتها جون خلاص. ما هو ناصر منسي والجون، نعم ناصر منسي والجون. واحمد الشناوي انا مع احترامي حارس ضعيف جدا، فكك من اللي هو بيعمله، فكك من احسن موسم ليه من اسوأ موسم ليه، هو وحش جدا. ناصر منسي كنت فاتت تديله الكوره وهو يجيبها، بس لا قرر انه يطمع. طب حطيتها في 6 خشبات، لا ده طلعها بره. ودي مش اول مره يعملها، دي تاني مره كمان. فدي من الحاجات الوحشه. عبد الله السعيد بيعمل لك ايه بالظبط يا باشا؟ انت تديني الكوره، انا ناحيه ورا ببني الهجمه، بطلع بالكوره، بعرف ابص لمين وما ابصش لمين، لو وسط الملعب بتاعي ممسوك، وعارف انا هعمل ايه كويس. انما كمركز 10 وانا مركز 10، لا لا خالص. هو كان عايز يجيبها جون بس هي قلشت منه ليه؟ اضمن انت في خلاص، انت في حرب نهائيه، انت مرحله نهائيه. الغلطه بفوره. بيراميدز لعب على المرتدات، وانا لما لزم عليا روسيتش، لزم عليا ان انا العب على الاستحواذ والعب على الكوره، ما عرفتش اعمل حاجه. بزيرة عمال يتضرب يمين وشمال وفوق وتحت، ما فيش بقى خلاص مش عارف العب كوره. فانا لما الاقي ان عبد الله السعيد يا يمسك كوره بعد غلطه من اسامه جلال، تجي لك الكوره يا باص وتضمنها يا تشوت يا عم، بس انت ولا جبتها هنا ولا هنا، ما ينفعش. انت بطيء انا عارف، بس دي غلطه. انا يا جماعه
بص مكسب، مكسب الحمد لله، ومن واحد ما حدش متوقع منه يعمل حاجه. الحمد لله. انت الفرق بينك وبين الاهلي وبيراميدز 5 نقط. كسبت ماتش انبي في واحد فيهم ده طلع كونفدراليه، وانت دوري ابطال افريقيا خلاص. يعني واحد بينهم خلاص هيطير لو الاهلي والزمالك خسر. النتيجه اللي انا عايزها تعادل، تعادل كنت كسبت الدوري. طب لو حد فيهم خسر خلاص هو طلع كونفدراليه 100%. 100%. انت لازم تكسب ماتش انبي، هتيجي على ماتش الاهلي، ماتش الدوري. ده ماتش الدوري، فكك من اي حاجه بقى، فكك من اي نتيجه، ده ماتش الدوري. انا عايز اكسب ماتش الدوري منه. انا عايز اكسب الدوري منه. اكسب الدوري في استاد القاهره قدام النادي ده اللي بياخد لعيبتك ويعمل لك فيها نفسه ان هو جامد، وهو ولا جامد ولا اي حاجه، بيعمل فيها كل حاجه. انت لازم تكسب الماتش ده ماتش الدوري، ده اهم ماتش في الدنيا. كسبته انت خلاص كسبت الدوري. تكسب منه الدوري، دي اهم حاجه في الحياه. فوقك بقى من انك تكسب منه سوبر افريقي، سوبر مصري، كاس مصر، فوقك من الحاجات دي كلها. ان الفريق يكسب من غريمه الدوري في ماتش قدامه، دي حاجه كبيره قوي، ودي لازم انك تعملها. دي اللي انا مستنيها، دي اللي انا مستنيها، فوق من اي حاجه، انا دي الحاجات دي اللي مستنيها بس. ونخش شويه على فقره التقييمات. مات سليمان 10 من 10، حارس جامد جدا. خلاص هو ثبت على ادائه، وثبت على كل حاجه، ثبت. يعني ربنا يحميك يا ابني والله، ربنا يحميك. وعايز ثمره مجهودك دي تخلص في ماتش الاهلي، عشان انا عايز الماتشين الاخر دولت تحضير. يعني انا مثلا على ماتش سيراميكا بالاحتياطي قبل ماتش الذهاب بتاع الكونفدراليه ده، بالاحتياطي اشوف الدنيا، اجس بقى لعيبه سيف الدين الجزيري على ادم الكايد، على الناس دي اشوفها. عمر جابر كان 3-2 يعني، لا 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 بجد بايظ قوي، بايظ قوي. حسام عبد المجيد بالنسبه لي 9 من 10، جامد جدا. الونش حط فيستو مايلي في جيبه، كان 7 من 10. احمد فتوح اديله 5. ادي لمحمد شحاته، ادي لمحمد شحاته 5 برضو. ادي محمد السيد اللي نزل ورايق قوي يا جماعه، رايق قوي، اديله 8. محمد اسماعيل 0، والحمد لله انا غيب مش عايزه يلعب الصراحه مع احترامي. محمد اسماعيل جامد جدا، بس لازم يجيله عقليه ان هو يلعب صح. مش بيلعب صح يا جماعه، مش بيلعب صح خالص. لازم كل كوره يفسدها. اولا بيتقل على الكوره، بطيء، دي مش حتته. العب مدافع، دي مش حتته خالص. والحمد لله ان ونش لعب. الونش كان ماسك فيستو مايلي، هو كان عايز واحد زي الونش، عبد الله السعيد 0 برضو. ما يعني لا، كان مفسد جدا لانهاء الهجمه. انا كنت متضايق من اللي هو عمله، انا كنت عايزه خد الاسيست وهات الجون واضمن. انا عايز، انت كابتن فريق، انت بقى فكك بقى من ان انا لازم اجيب جون والحاجات دي كلها، فكك منها. لما يكونش قدامك حل اعمل كده. بس انت خلاص، انت كبرت يا صاحبي خلاص، وما ينفعش يلعب 10. انا عايز اكلم كابتن معتمد جمال في الحته دي، ما ينفعش يلعب 10. شحاته وعبد الله 6 وجهات 10 بقى، شوف مين هتلعبه. لو هتلعب فتوح باك، لاعب 10 ادم الكيد لاعب فاكر، لاعب جدا جامد جدا، وكان هو من عنصر اساسي. وحتى فرحنا بيه ان هو كان بيلعب وكان بيرقص، وفي ساعه الدقيقه كان جامد جدا. كون بالزيرو 10 من 10 اخويا. وقال يا جدع بس كفايه قلع التيشيرتات دي، انا زهقت منها. كفايه الانذارات والله يا حبيبي. انت لو خدت انذار في ماتش انبي انا ضيعت. انا عايزك في ماتش انبي ده، عايزك في ماتش انبي انك تخلصه عشان تيجي على ماتش الاهلي. غيب بقى براحتك. ناصر منسي اديله 2. الناصر المنسي ما كانش بيضغط بالضغط اللي انا كنت شايفه. عمل اسيست لشيكوبانزا اللي هو الجول اتلغى، بس للاسف ودي مشكله فيه، ان مش مشكله فيه، هو ما ضغطش، ما عملش زي الماتش الاول، ما ضغطش، ما كانش عايز يضغط. لما بس كان واقف بس قدام محمود مرعي، كفايه الرعب اللي كان فيه. كانت هيتعمل هجمه مرتده عشان ترعب، بس ترعب. الناصر منسي قدامي فهخاف. شيكوبانزا 10 من 10 طبعا. عدي الدباغ اديله بردك 3. الحمد لله. عارف كده، جت سليمه.
ايه، اتمنى فوز نادي الزمالك في ماتش انبي يا رب، امين رب العالمين. وهعمل فيديو عن ماتش انبي وماتش ما قبل الاهلي والزمالك، ومسج اللايك والاشتراك. سلام.